بشارة لكل ظالم ظلم وبغى واعتدى على المساكين والبسطاء والضعفاء، نهب الأموال وانتهك الأعراض واقتحم البيوت، بشارة له بأن الانتقام قريب. فإن الله عز وجل قد حذر أهل البغي، حذرهم من نفسه ومن غضبه قبل أن يحذروا سطوة الدولة الغائبة والقانون المعدوم. ينبغي أن يحذروا سطوة رب العالمين العزيز الجبار الكبير المتعال. فقال عز وجل: يا أيها الناس، جميع الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بغيكم على أنفسكم، أيها الباغي لا تظن بأن بغيك على أخيك، وإنما بغيت على نفسك وجنيت على نفسك وأنت على خطر إن لم تتب سريعا إلى الله رب العالمين وترد المظالم إلى أصحابها، لأن الله جل وعلا قضى بأن الباغي تدور عليه الدوائر، كما قال الله جل وعلا: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المكر يعود على صاحبه، والبغي بغي الإنسان على نفسه، إذا بغى على أخيه، إذا بغى على جاره، إذا بغى على زوجته، إذا بغى على أولاده وبناته، إذا بغى على أي إنسان، فإن البغي تكون عاقبته على الباغي. كذلك النكث، من نكث ولم يلتزم بعهده ولم يلتزم بميثاقه فإنما نكثه على نفسه، من نكث فإنما ينكث على نفسه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن بغى فإنما يبغي على نفسه. هذه ثلاثة ترجع إلى أصحابها، البغي والمكر والنكث كلها ترد إلى أصحابها. لذلك الشاعر قال: لا تظلمن إذا ما كنت مغتدرا فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم يكون أقسى ما يكون من أولي القربى، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. أن يكون ظلمك من قريب لديك، ويكون كذلك شديدا على النفوس ممن أحسنت إليه. إذا غدر بك من أحسنت إليه فإن هذا الظلم يكون أشد وقعا على المظلوم وأقسى من غيره من أنواع المظالم. ولكن أنت أيها المحسن أحسن إلى الجميع، أحسن إلى من يستحق، ومن لا يستحق فلن يضيع إحسانك. كما قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. المعروف لا يضيع حتى ولو وضعته في غير موضعه. ولو أحسنت إلى من لا يستحق الإحسان فاستمر في إحسانك فأجرك محفوظ وصفاتك نبيلة. كما قال الشاعر قديما: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل، أينما زرع فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. من سرق الأموال فإنه لن يتمتع بها كثيرا، وإنما قريبا ستكون عاقبته وخيمة وستكون نهايته مرعبة مخيفة، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يقر عيون المظلومين بالانتقام ممن ظلمهم.